حصل قبل كده وسكت على عيب عشان العميل مش واخد باله منه؟ اول مشروع اخدته في حياتي كنت فاهم ان انا المفروض امشي على قرارات العميل او على اللي العميل محتاجه. اكتشفت وقتها ان انا غلط، وده كان تقريبا اكبر درس انا اتعلمته. هل الاضاءه ممكن تبوظ اختيار الالوان؟ اكيد. هل حصل واخترت لون وطلع مختلف على الطبيعه؟ في الاول كنا بنعمل كده، لكن دلوقتي بعد ما بدانا نعتمد على الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الثانويه والتجارب مع الثوابت، لقينا الموضوع بيطلع نتائج احسن بكتير. هل احيانا التصميم بيكون مثالي على الورق بس صعب تنفيذه؟ احيانا، لكن طول ما انت فاهم الخامه هتعرف توصل لها ازاي. هل في مهندسين بيسيبوا التفاصيل كلها للنقاشين؟ لا مفيش، لا ما بنعملش كده. عشان توصل لنتيجه كويسه لازم تاخد اراء كتير. الشغل الكويس هو اللي بيطلع من فريق عمل مش من شخص بعيد. هل ضغط التسليم بيأثر على قرارك؟ لا، ما يوصلش للمرحله دي، ولكن يخليك تبدا تعيد اولوياتك في ترتيب البنود. هل العميل دايما بيفهم الفرق ما بين الجوده في الدهانات؟ ممكن يشوف الفرق لكن ما يعرفش، لكن ممكن ما يبقاش قادر يميز التمييز القوي ما بين الشغل الكويس والشغل الاقل منه شويه. حصل قبل كده واخترت خامه اقل شويه عشان ميزانيه العميل؟ ممكن طريقه الشغل تختلف لكن الخامه لا. هل السعر العالي دايما ضمان للجوده؟ لا، مش معنى ان السعر عالي ان الجوده عاليه. في منتجات سعرها كويس بتدي قيمه مقابل سعر. لو حصل مشكله في بند الدهانات في موقع ما، هترمي المسؤوليه كلها على مقاول الدهانات ولا انت بتشيل معاه؟ هو نحل المشكله الاول، بعد كده نشوف مين كان سبب فيها، بس الاول لازم تحل المشكله الاول. هل فشلت قبل كده في التنسيق ما بينك وما بين المقاول؟ لا، الموضوع ما يوصلش للفشل، لان دايما بنبقى متابعين الخطوات اول باول، ودايما على تواصل جيد ما بين المواقع وما بين حتى قسم التصميم وما بين. في الاخر حابب توجه رساله للساده المشاهدين؟ لو بنتكلم على رساله فيما يخص الدهانات، جرب لون واثنين وثلاثه، ادي لعينك ولنفسك فرصه انك تحس الالوان وترتاح لها، وما تختارش الوان انت مجبر عليها علشان ترند او حاجه معينه. شوف بيتك محتاج ايه وانت محتاج ايه واعمله.